السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الكرام، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وسعادة. معاكم ام كريم كالعادة، قناة نصح وارشاد، ويا رب كلنا نستفيد ويبقى عندنا في ميزان حسناتنا. انا شايفه الفترة الأخيرة انه ناس كتير جدا بتشتكي وبتنزل بوستات وبتقول انا كان حظي كويس وفجأة زال، انا بقيت اخاف من العين، انا بجد انا بقيت محسود، انا كانت صحتي كويسة وبقيت دايما تعبان، انا بقيت احب النوم، انا ما بقيتش احب اشتغل، انا ما بقيتش قادر ان انا اعمل، انا ما بقيتش قادر اجيب، انا فلوسي اللي كانت عندي ضاعت، انا خسرت، انا ضاع مني حاجات كتير، راح مني جمال وشي، راح مني حب الناس، راح مني اعز ما املك ان كان ابن او حبيب. كمان في بيوت اختربت وبيوت كمان اتدمرت، وزوجات وازواج كانوا بيحبوا بعض واتطلقوا. في عامل مشترك هنا هو الخراب او الدمار او زوال النعمه. هل الحسد ممكن يؤدي الى هذه الكارثه والمصيبه للانسان تصيبه الى فقده للشغف او للحياه؟ ايوه بالفعل الحسد يعمل كده. بقيت اشوف بوستات كتير جدا بتتكلم على انه انا شاكه انه معمول لي عمل. يا جماعه السوشيال ميديا زي ما هي مفيده بقت شبح بيهدد بيوت كتير جدا بانتشار المعلومات او المقولات الخاطئه او الثقافات المدمره. انا بسميها مدمره لانها حرفيا مدمره للانسان. اكتر البوستات اللي بتخطاها هي بوستات اللي بتتكلم عن السحر والعمل، مذكور في القران وكل حاجه تمام التمام، لكن اللي مؤمن وعنده يقين بالله يقدر يتخطى عن اي شيء من الكلام ده. انا شايفه كأم كريم بدايه لدمار الشخص لما يبدا يظن باللي حواليه، حسدني، سحرني، اذاني، دمرني. طب فين اليقين؟ دوري على اليقين هنا، دوري على اليقين هنا. طب فين ايمانك بالله؟ طب فين ان هو كل اللي يصيبنا ان ما كتب الله لنا مش موجود؟ انت لو عندك يقين ان انت ما حدش هيقدر يأذيكي طول ما ربنا موجود، صدقيني ما حدش هيأذيكي. لازم تكون عامل ايجابي من جواك. عادي جدا احنا ممكن نتعب، ممكن يبقى في كروب في حياتنا، ممكن يبقى في حياتنا ظروف بتحصل لينا، ممكن في يوم من الايام يبقى في ايدك نعمه انت تستكترها على نفسك، فتاني يوم تلاقيها خستعت معاك او ربنا اداها لك عشان يشوفك هتتصرف ازاي، فتقوم متصرف بطريقه ما ترضيش رب العالمين. يعني تحس ان ربنا ممكن يكون بيذكرك بس مش اكتر ولا اقل. مش كل حاجه في حياتنا حسد ومش كل حاجه في حياتنا عمل، برغم اني مؤمنه بالحسد ومؤمنه بالعمل. كل ما هو ذكر بالقران انا مؤمنه بيه. طيب انت بتقولي انه الحسد مؤمنه بيه، هل فعلا الحسد ممكن يضيع انسان؟ او ممكن يدخل القبر كمان. في امثال كتير جدا بيقول لك ممكن يدخل الجمل القدر. يعني بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه خاف على الحسن والحسين وحط مكانهم حجاره، والحجاره اتدمرت، ونحمد الله انه مكانه الحسن والحسين. يعني رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم خير قدوه لينا. نعمل ايه؟ ان احنا نستعين بحوائجنا بالكتمان. طيب في ناس تانية بتقولي طيب ما هو برضه ربنا قال لك فاما بنعمة ربك فحدث. انا جيت في وقت من الاوقات كنت تايهه زيكم، انا احدث ولا اكتم؟ انا اتكلم ولا اسكت؟ طب انا اقول ولا ما اقولش؟ طب انا اشكر ربنا قدام الناس وابقى قدوه حسنه ولا اخبي واسكت؟ حاسد اصلا ما يعرفش انه حاسد. يعني في نوعيه من الناس بتبقى فعلا هي جواها كراهيه وبتصطنع قدامك الحب والاحترام والتقدير، لكن من جواها غل ونار واستكتار عليك النعمه، لدرجه ممكن يحسب لك مين داخل محلك، مين خارج من محلك، مين زارك في بيتك، مين حبك، مين ضحك في وشك، مين قال عنك كلمه حلوه. كل ده موجود، لكن خلينا نختار الناس اللي تبقى عندهم توافق اسري زينا، الناس اللي شبه بحياتنا. ما تجيش واحده متجوزه تكلم واحده مثلا واحده حياتها متدمره، تيجي تقعد تحكي لها تقول لها جوزي عمل لي وجاب لي ورحنا واحتفلنا وسوينا، انت كده بتقولي لها اتفضلي انا مبسوطه في حياتي احسديني. في الوقت ده هي اول حاجه جواها غصب عنها مش بايدها هتقول ايه؟ يا بختها، هي متهنيه وانا مش مسعوده. هو ده الحظ اللي بجد. ساعتها هتلاقي حياتك اتقلبت رأسا على عقب، وما كانش بعد ساعه هيكون تاني يوم. ولا حد عمل لك عمل ولا سحر، انتي لسانك ما صنتهوش ضيعك. عشان كده في امثال بتقول لك لسانك حصانك ان صنته صانك وان هنته هانك. خليني اقول لكم انه في ناس ثانيه ممكن تيجي تقول لك ايه، انا ابني بيطلع الاول، وانا ابني مثلا ممتاز، وانا ابني مش عارفه ايه، وتقعدي تتفشخري قدام اللي رايح واللي جاي، وكانه مش فارق معاكي انه ابنك فعلا دكتور او مهندس، قد ما فارق معاكي انه يتقال عنك عندها دكتور وعندها مهندس. في
في الوقت ده ممكن الدكتور ده يعدي ينام بس قيلوله صغيره كده ما يصحاش منها، وتكون السبب امه ان هي اتفشخرت واتبهللت قدام الناس. بيكون ساعتها الشخص اللي بتتكلمي معاه مثلا يكون ابنه مغلبه، ابنه تعبه، ابنه في عنده مشاكل، فتيجي انت لما تحكي ليها هتقول يا ريت ابني زيي. غصب عنها حسدته. اصلا الحاسد بيبقى فيه نار جواه غصب عنه، مش بايده، حراره كده تتوصف بالبركان. وقت ما تحكي الخبر عليه بينزل كانه استكتار وحسره وندم وحاجات كتير جدا. وساعات ما بقولش ما شاء الله ولا بسم الله ما شاء الله ولا طبعا. خدوا بالكم يا جماعه انه الكلام اللي بنقوله للناس اللي قصادنا اللي فاقدين النعمه وبنتباهى بالنعمه بتاعتنا قدامهم، فعلا ان هي بيزول منك غصب عنك وغصب عنه، لانه مش قاصد يحسدك. انا مش بتكلم هنا عن الناس الحقوده الحاسده اللي مستكتره اللي في ايد الناس، اللي ممكن يبقى معاها كل حاجه بس برضه مستكتره. يعني ايه فاما بنعمه ربك فحدث. حدث بنعمه ربنا وزيد فضله واشكر فضله وقول الحمد لله من نعم ربي علي، اكرمني بهذا وهذا 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 وهذا. فيعرف الانسان اللي صادق انه ربنا اكرمك وربنا انعم عليه. ليه؟ عشان انا قربت، انا دعيت، انا الحيت، انا ذكرت ربنا، انا صليت، انا عملت. فطبعا هنا الانسان هيعرف فضل رب العالمين عليك، فطبعا هيقرب من ربنا زيك وهيقتدي بيك وهيبدا يعمل زيك. هنا نبدا نقول بنعمه ربنا نتحدث نتكلم فيه. اما النعم الشخصيه الداخليه الاسريه اللي مقفول عليها الباب اللي محدش شايفها ما تبينهاش لحد، لانه يعني اكيد بنسبه 100% هتتحسد وهتتصاب ولا قدر الله ممكن تفقد عزيز او غالي. يعني يا جماعه يا ريت لما تختاروا يبقوا ليكوا اصدقاء اختاروا اصدقاء شبهكم او نفسكم. يعني ما تبقاش واحده مسعوده تختاروا واحده متعوسه. يعني حتى لو كان حظها سيء يا ريت بعد اذنك ما تذكريش مميزات بيتك قدامها، علشان خاطر غصب عنها يعني هتستكتر عليك النعمه ومش بايدها لانه ندب الحظ ده موجود عند اغلب الناس. وطبعا ما فيش حاجه اسمها عندهم يقين او حمد او شكر. وتيجي بقى تقول لك في بص الحقوني انا شاكه انه معمول لي عمل او مسحور لي، ولا معمول لك ولا مسحور لك ولا حد اصلا فاضي يعمل لحد ولا يسحر لحد، لان المواضيع دي مش سهله. واكيد اكيد اكيد كل الناس عارفه عواقب وضرر الشيء دوت على الانسان. فهو العامل الاساسي في اغلب علاقاتنا دلوقتي هو الحسد، علشان انت فاتح الكاميرا، علشان انت فاتحه الكاميرا بتصوري اكلك مع جوزك اللي الناس مش لاقيه تاكل، علشان انت بتصوري ابنك اللي دلوقتي بقى موضوع العقم منتشر جدا وتقعدي تتباهي بيه، علشان انت تطلعي مميزات لبسك او تلبسي قدام الكاميرا وغيرك مش لاقي بيت يقويه، عشان انت بتطلعي تتباهي وتقولي ان انت بيجيلك عرسان كتير جدا وفجاه ما حدش يجيلك، وغيرك يتمنى حد يخبط على بابه او حتى يقول انه في عروسه هنا او حاجه زي كده. بتتباهوا بشعركم، بتتباهوا بشكلكم، بتتباهوا بالنعم اللي في ايديكم وغيركم مفتقدها فيستكترها عليكم. يا رب تكون الصوره وصلت وحاولت اوصلها ليكم بابسط مدينه. بتمنى لو حلقه النهارده عجبتك اللايك وكتبولي هل اصبتم بالحسد من قبل ولا ما اصبتوش وربنا حافظكم وحميكم. هل فعلا بتختاروا اصدقائكم زيكم ولا بتختاروا اصدقاء عشان تتفشخروا قدامهم؟ يعني لو الحلقه عجبتك ساعد في انتشارها.